يا هلا، هنبدأ نجاوب على الأسئلة بتاعة الفيديوهات اللي فاتت، وهنبدأ فقرة سألتني فجاوبتها. السؤال بيقول: شكرا لك يا أميرة على الفيديو، أنا نفسي أسامح وأنسى الأمور السلبية لأني دايما بتذكر الأخطاء اللي صارت معي والغضب والعقوبات والصرامة بسبب التدين والالتزام. صحيح ما كان في أذى جسدي الحمد لله، لكن الصرامة موجودة، والغضب والإحساس إني مخطئة دائما، كلها أتذكرها بالتفاصيل كأنها حدثت أمس. أريد أن أنسى وأسامح، مع العلم أن الأبوين صارمين وأنا حساسة، كان نفسي بتقدير أكتر وإظهار الحب والحنان أكتر. طيب، بصي يا مريم، التسامح فكرة أو حاجة محتاجة نمشي لها خطوات. فالخطوات اللي محتاجة نمشيها هنا واحنا بنتكلم عن التسامح، اني اتسامح اللي حصل او اسامحهم او كذا، انا محتاجة الاول اعبر عن مشاعري دي وافهمها واسمعها، مش لازم ليهم لكن في مساحة امنة. فمحتاجة اخرج مشاعر الغضب، لانه انا مش انا حاسة انه يعني من كلامك شايفة ان مش بس مشاعر غضب، هو في مشاعر استياء كمان. ومشاعر الاستياء هي مزيج من شوية مشاعر مع بعض. ف فانت في غضب اتقمع وفي تفاصيل وفي حاجات، فمحتاجين نمشي خطوات عشان نوصل لهذا التسامح. انا مش مع الفكره اللي هي بتاعه سامح كل الناس وقول ان انا مسامح وانت اصلا من جواك مش مسامح. خلينا في الواقع وفي الحقيقه شويه. انا محتاج اعمل شويه حاجات وابدا خطوات للتعافي جوايا يعني افسح شويه براح كده واخلي في شويه براح جوه عندي تشافي الاشياء اللي حصلت جوايا عشان اقدر اوصل لمرحله ان انا اسامح. فدي خطوات بناخدها واحده واحده وبنشتغل عليها، فانا بنصحك وادعوكي الى انك تبداي اولى هذه الخطوات. آية محمد بتقول: أنا كتير من اللي حواليا بيقعدوا يقولوا لي أنت ما شاء الله معاكي شهادة ومتربية كويس الحمد لله وأخلاق وكذا حاجة، نفسي أعرف فين مشكلتي، هل مشكلتي بعدم الاستحقاق أو برغم إن في أقل مني في التعليم إلا إنهم بيتعاملوا معايا بطريقة بحس إنهم أفضل مني، هل عندي قلة تقدير لقيمتي ولا ده إيه؟ مش عارفة، حاسة إني مش عارفة قيمة نفسي خالص. طيب، يا آية، انا عارفه، انا فاهمه قد ايه الاحساس ده تقيل ومرهق، وفكره ان انا مش عارفه انا فيا ايه او مش عارفه ايه اللي بيحصل جوايا او بشوف الناس قيمتي اقل من اللي انا، يعني قيمتي اقل من اللي الناس شايفينه، انا حاسه ان قيمتي اقل من الناس شايفينه، وده شعور مرهق، انا فاهمه ده. بس الفكره ان انا محتاجه اشتغل على فكره تقدير الذات. هل اتعرضت مثلا لحاجات وانا صغيره خلتني مش شايفه نفسي كويس او بقلل من نفسي او ده شغل محتاج شوية أسئلة، فده ممكن مثلا ممكن يكون متاح في جلسة خاصة أو مجموعة أسئلة، يعني لازم يكون في مكان، في مساحة نقدر نسأل فيها ونعرف أكتر، فأنا محتاجة أعرف تفاصيل أكتر عشان أجاوب على حاجة زي دي. فلو تحبي إن احنا ندخل جلسة خاصة مع بعض ونتكلم، ممكن تبعتي للأدمن وتقول لك التفاصيل. محمد كريم، غالبا دي مامة محمد يعني، بس عامله الاكونت باسم محمد. بتلخبطوني جدا لما بتعملوا ده، لانه ساعات مثلا تروحي عامله كومنت، يعني الاكونت اسمه محمد مثلا، فتروحي عامله كومنت او تعليق بقلوب بس، فاللي هو انتوا بتشبهوني يا جماعه. ما تكتبي يا اميره انا ماما، يعني انا كذا، او اكتبي اي صيغه كلام فيها انك واحده ست، لانه هتودونا في داهيه، يعني ما تشبهوناش. فراعوا انه لو انت عامله اكونت باسم ابنك او باسم زوجك، حطي في التعليق اي حاجه تبين انك واحده ست، عشان بيبقى انا مش عارفه ارد ولا ما اردش، مش عارفه ارد بانهي صيغه. ماشي، فاحط لي قلوب حمراء. فانا بس اول ما قلتي انا قررت اشيل مسؤوليه تعافي نفسي وشفاء امومتي، عرفت انك خلاص كده دي مامة محمد او زوجة محمد يعني. ماشي، وهشافي نفسيتي. بصراحة يعني ده مش سؤال، هي انت مش بعت سؤال، انا فاهمة، بس انا احييكي والله العظيم، لان ده بيتطلب شجاعة، وقلت قبل كده انه انك تاخدي خطوة تجاه تعافيكي النفسي وتجاه سلامك النفسي وتجاه انك تقدري تتعاملي مع الحاجات اللي واقفة قدامك. ده بيتطلب شجاعة، لانه بيتطلب منك انك تتكلمي عن اوجاع وتفتحي جروح وتتألمي شوية في الاول وتغيري وتعدلي من الاساليب اللي كنتي بتتعاملي بيها. لانه خليني اكون صريحه، التربيه اللي فيها جروح بتنمي عندنا او بتطلع عند الشخصيات اللي اتجرحت عندنا كأمهات طرق بنتعامل بيها مع المواقف ما بتكونش صحيه، يعني احنا بيجي الموضوع رد الفعل بيكون جاي من جرح فما بيكونش صحي، بتبقي اتعودنا عليه فتره،
فبتيجي عشان تصلحي ده او تديري السلوك تاني وتغيريه بياخد مجهود، فبيحتاج منك حد يساعدك، حد يبقى معاكي، حد يدعمك، او بيحتاج رفقة امنة. فانا بجد يعني بحييكي على شجاعتك انك بدأتي تاخدي خطوة في تعافيكي. كان فين الفيديوهات دي من زمان مع ابني الكبير، كنت بتربى وبتعلم وبشتغل على نفسي. فيعني متفهمة شعورك إنه كان نفسِك تعرفي الحاجات دي من وأنتِ صغيرة، بس أنا مؤمنة أوي إنه ربنا بيعلّمنا الحاجات في الوقت اللي إحنا قادرين فيها نشوف الحاجات دي، أو قادرين نتعامل معاها. ممكن يكون لو كنتِ سمعتيه قبل كده ما كانش ده الوقت المناسب، ما كنتيش هتستفيدي منها الاستفادة مثلًا الكاملة. فأنا مؤمنة أوي إنه وكل شيء عنده بمقدار، فربنا اداها لِك دلوقتي يمكن عشان لو جواكِ أي شعور بإن أنا ما عملتش ده وما قدرتش أعمل ده ولا أفهمه ولا أحسه، تبدأي تتعاملي مع الشعور الداخلي اللي جوه وتطلعيه وتسامحيه وتعرفي إنِك عملتِ على قد اللي عرفتيه وعملتِ اللي عليكِ. مش لازم تكون كل حاجة perfect ولا كل حاجة زي الفل وتمام، بس على الأقل ما وصلني من علم وأمور اتعلمتها واشتغلت على نفسي وعرفتها على حسب اللي كان عندي وقتها. فما تحاسبيش نفسِك على اللي ما كنتيش تعرفيه. أنا عايزة أتغيّر للأحسن كأم، في معوّقات نفسية فعلًا وبارجع لنقطة الصفر تاني هاتابعِك يا داليا. لمّا بنلاقي نفسنا بنلِف في دايرة وبنرجع لنقطة الصفر، ده معناها إن إحنا بدأنا نشوف حاجة، ده في حد ذاته خطوة. ماشي، أنا من الناس بتوع هاسقّف لِك وأشجّعِك وأقول لِك أيوه أنتِ عملتِ حاجة شُفتِ حاجة ما كنتيش شايفاها. ممكن تكوني كنتِ عمّالة تلفّي في الدواير وأنتِ مش واخدة بالِك إنِّك بتلفّي فيها. فلمّا بدأتِ تسمعي حاجات وتربّطي وتشوفي أكتر، بدأتِ تشوفي الدايرة اللي أنتِ كنتِ بتلفّي فيها، وده في حد ذاته أصلًا خطوة للتعافي. فدي خطوة، بدأتِ أول خطوة وبتعملي ده. مش يعني حاسة إنه هتبدئي بعد كده تاخدي خطوات عشان ما ترجعيش لنقطة الصفر، ولكن ما تتوقعيش من نفسِك المثالية والكمالية، ما تتوقعيش من نفسِك إنِّك هتعرفي تكسري الدايرة مرة واحدة. فادّي لنفسِك مساحة براح إنه أحاول، ولو وقعت أقوم تاني، لأنه التعافي مش خط مستقيم. التعافي طالع نازل، باطلع بامشي خطوة وأقع تاني وأجرّب حاجة جديدة وأرجع أعمل. ولكن الوعد اللي نقدر نوعده في التعافي ما بنقدرش نوعد إنه أنا هابقى تمام وزي الفل في كل حاجة، لكن بنقدر نوعد إنه بعد ما أتمرّن شوية على الحاجات، أنا مش هارجع أعيد الأمور بنفس الشكل، هابقى فيّا سِنّة اختلاف، ه ه ه هاواجه الوجع أو الtrigger أو الحاجة اللي بتدوس عليَّ بطريقة مختلفة، بشكل مختلف. كل مرّة هيبقى في نسبة تطوّر مختلفة، وده في حد ذاته تطوّر وتعافي. يعني ده طريق يعني خطوة في طريق التعافي. يا نُهى، تقبُّل مشاعر الغضب واحتوائها والتعامل معاها برحمة. إمم. نُهى بما إني عارفة نُهى، فأنا هاقول لِك يا نُهى إن أكيد أنتِ بتتكلمي عن تقبُّل مشاعر الغضب بالنسبة للأطفال. فيا نُهى، تقبُّل مشاعر الغضب بالنسبة للأطفال، محتاجين قبلها نتقبّل مشاعر الغضب اللي جوانا، ونفهم هل هي مشاعر غضب حسب موقف واحد، يعني إحنا دلوقتي في الموقف غضبانين، والّا هو غضب متراكم مكتوم وصل لإن إحنا بنسميه استياء. باتقبّله، باحتويه، باعرف أتعامل معاه، بأديره والّا لأ؟ السؤال ده محتاجة أسأله لنفسي قبل ما أبدأ أسأل نفسي هو أنا باقدر أتقبّل مشاعر الغضب بتاعة الطفل والّا لأ؟ لإني لو مش متقبّلة مشاعر غضبي أو لم يتم تقبُّل مشاعر غضبي وأنا صغيرة وأنا كبرت على إن أنا كمان ما أتقبّلهاش، فبأي منطق منتظرة من نفسي إن أنا أتقبّل مشاعر طفلي وأنا أصلًا ما باعرفش أتقبّل مشاعر نفسي، ما اتعلمتش. فأولى الخطوات إن أنا أبدأ أشتغل على ده على نفسي، فتدريجيًا هينعكس على طفلي. الزهراء، التباطؤ مع الكتكوت الصغير بيضغط معايا في جزئية إني عايزة أقول له بسرعة 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 يلا انجز، عايزين نلحق نخلص مع إنه حبيبي يا دوبك لسه 4 سنين. فأنا حاسة إن في خناقة وصراع جوايا باستمرار. صح يا زهراء؟ من المعلومات اللي عرفتها في الكورسات والنزول على أرض الواقع بقى. كومنت تحت شعار كلما هذبته الحكمة فضحته التجربة. ما أنا باخد كورسات أهو إيجابية وتربية إيجابية ومونتسوري، أحضر ورش واشتري أدوات. ففضحته التجربة وقت التطبيق، باسأل نفسي عطلانة ليه؟ كنت متخيلة حاجة والتعامل مع الصبر مع الكتكوت كان لحد ما يكتسب مهارة، طلع محتاج مني مهارة أصلا. معذرة على الإطالة. بصي يا زهراء يا حبيبتي، بسرعة 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 يلا انجز، دي محتاجة نتعامل فيها معانا إحنا مش معاه هو، لأنه
رغبتنا إحنا في السرعة، 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 السرعة. بالنسبة للطفل الصغير بتعمل تقليص للمدة بتاعته اللي هو محتاجها عشان يتقن الأمور ويعملها، فبتربكه، بتخليه مشاعره مش عارف يعني بيتوتر، فده ناتج عن توترنا احنا. جاي منين بقى؟ انت عارفه احنا لينا الاسئله بتاعتنا، فاللي هو جاي منين؟ اهدي انا ازاي؟ اتعامل انا ازاي مع السرعه؟ السرعه بتاعتي ليه عايزه بسرعه بسرعه بسرعه؟ ماشي. فدي كلها اسئله محتاجين نجاوب عليها. كلما هذبته الحكمه فضحته التجربه، او زي ما بيقولوا ردحته التجربه. ليه متوقعين المثاليه يا زهراء؟ ليه متوقعه ان انا لازم اخد كورسات وحاجات واطبقها بحذافيرها زي ما الكتاب قال؟ الطبيعي والمنطقي في الحياة إني أتعلم شيء، آجي أعمله، يحصل فيه شوية لخبطة، أتعلم إزاي أصلح اللخبطة. فهي الحياة كلها خطأ وتصحيح، ثم تعلم، ثم تصحيح. هو النمو بيحصل من خلال كده. فالكمالية اللي احنا أو منتظرينها من نفسنا يا زهراء، هنعمل فيها إيه؟ منا بتقول مع المراهقين اللي كان التعامل معاهم في الصغر بقسوة وتقليل قيمة، ودابة ولو بغاو. أنا حاسة إن في هنا لغة أنا مش فاهماها. بس في شكرا بالزاف، فشكرا بالزاف دي يعني إحنا من إخواتنا التوانسة بقى، مغربية تونسية حاجة كده، ماشي. آه ف يثبّتوا أنفسهم بقلة احترام، شكرًا بالذات. فأنا بُصّي يا منى، أنا فهمت من الموضوع إن أنتِ عايزاني أتكلّم عن المراهقين اللي كان التعامل في الصغر معاهم بقسوة وتقليل قيمة. فالسؤال هنا بيحتمل حاجتين: هل عندِك ابن مراهق فمثلًا ما كنتيش تعرفي قبل كده وتعاملتِ معاه في صغره بقسوة وتقليل قيمة، فهو دلوقتي بيظهر حاجات أنتِ محتاجة تتعاملي معاها إزاي؟ والّا تقصدي إنه أنتِ حاسة أنتِ مرّيتِ بالمشاعر دي فتتعاملي مع المشاعر دي إزاي؟ لأنه الإجابة من الحتتين مختلفين تمامًا، فممكن ترجعي تكتبي تعليق تاني تحت أي فيديو أنتِ عايزاه، أنتِ تقصدي أنهي فيهم. سؤال بيقول: جزاكِ الله خير الدنيا كله، وأنا صغيرة كان نفسي أمي تبطّل تقارنّي بغيري وتبُص على مميزاتي وتشوفها، لإني حاليًا ما بقيتش عارفة أشوف نفسي كويسة ولا حلوة. كان نفسي أتسمع وأتفهم من غير ما يتّفه كلامي. كان نفسي ما احسش ان امي ضعيفه واني تقيله جدا واني دايما المفروض استحمل عشان غيري، لحد ما وصلت اني لا بقيت بعرف افسر احساسي ولا اعرف اتكلم مع اي حد، وعلى طول بكتم جوه نفسي. كان نفسي الاقي حد يساعدني وبعرف احب نفسي ازاي عشان بدل ما انا طول الوقت بجلدها. يبقى هو الكومنت طويل جدا، فانا هجاوب على شويه حاجات فيه. شايفه تكرار كلمة كان نفسي، كان نفسي، كان نفسي. شايفة الشعور اللي وراها بالحرمان من شيء وإنه كان نفسي يبقى موجود. فمتفهمة الحاجات التقيلة اللي كانت عندك. أدعوكي إن أنتِ تبدئي تدّي لنفسِك هذه الأشياء. ما بقيتيش البنت الصغيرة اللي نفسها في الحاجات دي من حد ومش قادرة تاخدها لأنها حاسة بالعجز أو بإنها مش مفهومة. أنتِ كبرتِ، تقدري تدّي الحاجات دي لنفسِك، وتقدري تتعودي وتتمرّني إزاي تلبّي لنفسِك احتياجاتها واحدة، واحدة وتدريجيًا. رحمة بتقول: إزاي أدّي الاحتياجات دي لنفسي؟ السؤال ده حلو أوي يا رحمة. وأنا دلوقتي عندي احتياج طول عمري كان نفسي فيه وأنا صغيرة، ولمّا كبرت برضه كنت قاعدة مستنياه. هل هافضل طول الوقت قاعدة مستنية الاحتياج ده؟ لأ، مش هافضل طول الوقت قاعدة مستنياه. طب إزاي أدّي الاحتياج ده لنفسي؟ أبدأ أتدرب خطوة خطوة إن أنا أدي الاحتياج ده لنفسي. تعالوا ناخد مثال بسيط. لو أنا دلوقتي نفسي جدا إني أتسمع، كان نفسي زمان قوي إن حد يسمعني. دلوقتي السؤال هبدأ أرجعه تاني لنفسي: هل أنا بسمع نفسي؟ إيه الطرق اللي أنا بسمع فيها نفسي؟ بمسك ورقة وقلم مثلا وأقعد مع أفكاري وأنزلها وأسمعها كده، أنزلها على الورق وأسمعها. هل أنا بقعد وقت مع نفسي من غير بقى ما أمسك الموبايل وأقعد أسكرول أو أشتت نفسي بمليون حاجة، واسمع الافكار اللي انا بقولها لنفسي او الحاجات اللي انا عايزه اقولها لنفسي؟ ولا انا بفضل اشتت نفسي دايما عشان ما اسمعش الحاجات دي؟ فقبل ما استنى حد يسمعني، هل انا بعمل ده لنفسي؟ انا نفسي قوي اطمن واحس بالامان. هل انا بحس بالامان مع نفسي؟ يعني لما بعترف لنفسي ان انا عملت حاجه غلط ببقى رحيمه بيها، فبدي لنفسي الامان ده. هل بتكلم مع نفسي بمستوى امان معين ممكن أديه لنفسي كنت مستنياه لحد تاني، ولا أنا طول الوقت قاعدة مستنية الاحتياجات دي حد تاني يديها لي؟ فأنا ممكن أتدرب إن أنا أدي الاحتياجات دي لنفسي،
بس خطوة خطوة بطريقة بسيطة، بشوية عادات بسيطة يومية. ليه أغلب الأجوبة ما بقدر أجاوب عليها ما أعرف أنا إيش أحتاج. أم، في ناس اتربت إنها تسيب نفسها خالص لحد النهاية، ما تبصش أصلا لنفسها، ودايما تبص لاحتياجات الناس اللي قدامها. هم راحتهم واهتماماتهم واحتياجاتهم محتاجين ايه. فلما بتيجي تشتغل على الحتة بتاعت هو أنا محتاجة ايه، مش عارفة. ليه مش عارفة؟ لأنه العضلة دي كل حاجة في جسمنا زي العضلة اللي بنروح الجيم نمرنها. العضلة دي ما اتمرنتش، العضلة دي مهجورة، اتهجرت بقالها سنين كتير قوي. فأنا أصلا مش عارفة معلومات عن نفسي لأني مش بقعد أتعرف عليا، ما بقعدش أتكلم مع نفسي، ما بقعدش أعرف احتياجات نفسي. ما اتعلمتش وما تربتش على إني أشوف نفسي، لأنها بقى كان ممكن تتسمى إن أنا أنانية، وفي الحقيقة تعريف الأنانية مختلف خالص عن إني ألبي احتياجاتي. أنا اتربيت دايما إن اللي حواليا يبقوا مرتاحين مبسوطين، عارفة كل حاجة عنهم. كان أبدأ أفهم عن نفسي. أنا هعترف إن أنا دلوقتي بحاول أتعرف على نفسي من الأول. ابدأي بسؤال بسيط جدا: هو أنا النهاردة إيه الحاجة اللي لو حصلت هتخلي يومي ألطف شوية، هتخلي يومي أفضل شوية؟ إيه الحاجة اللي لو قمت عملتها دلوقتي لنفسي هحس إن أنا أفضل؟ كوباية حاجة هادية دافية أشربها في مكان آمن مثلا، ممكن يبقى ده احتياج ليا. فجاوبي على احتياجات صغيرة قوي، حاجات بسيطة في يومك، وبعد كده ادخلي على الاحتياجات الأكبر. متأخرة عن إيه أو عن مين؟ أنا نفسي أشوف نفسي بعمل حاجة كويسة أو أستحق الكويس. دايما حاسة بالتقصير وإني متأخرة، دايما بعمل كل حاجة مستعجلة عشان متأخرة. يا شاهيناز، متأخرة عن إيه أو عن مين؟ أنا حاطة نفسي مع مقارنة بمين؟ وإيه المعيار اللي حاطة نفسي عليه عشان أشوف إن أنا متأخرة؟ ولما بقول حاسة بالتقصير، بالتقصير تجاه إيه؟ في حاجة معينة أنا محتاجة أوصل لها فحاسة دايما ان انا مقصراها، ولا انا اتعلمت ان انا اقسى على نفسي زي ما كان بيتقسي عليا عشان أم، كل حاجة هعملها اكيد هتبقى ناقصة، كل حاجة هعملها مش هترضي، كل حاجة هعملها هيبقى فيها حتة مش كاملة. ليه حاطة لنفسك جدول قاسي قوي، مش سامحة لنفسك تكوني إنسانة بتتعلم وبتغلط وبتاخد خطوات وترجع تاني تراجع نفسها وتتطور وتنمو؟ القسوة دي جاية منين؟ القسوة على نفسك مش على حد تاني. انت اوفر قوي، او انت باردة جدا، او انت مش عارفة، او انت مش فاهمة امتى. انا مش بعرف اقدر الموقف خالص، هو مستاهل ولا مش مستاهل، هو بسيط ولا معقد، مش بعرف. فردة فعلي بتختلف، وساعات بطنش وساعات بعنف وساعات ولا كأني هنا. تايهة جدا. شعور التوهة يا أم حمزة اللي بتتكلمي عنه شعور يعني مقبول ومشروع. لكن الفكرة هنا تعالي نقول إنه لما نفقد البوصلة الداخلية بتاعتنا، لما بيبقاش عندنا مرجع ثابت أو بوصلة داخلية ثابتة، فإحنا بنتأرجح بين حاجتين اسمهم إكستريم. يا إما أبقى أم شديدة جدا لدرجة القسوة وأبقى عنيفة جدا، يا إما ببقى أم سايبة كل حاجة وكل حاجة تمشي من تحتي وأنا أعمل نفسي بطنش، فأفضل أعمل إيه؟ أتنقل بين الاتنين. ليه؟ لأنه الشعور اللي جوايا بفقدان الثقة في بوصلتي الداخلية، في شعوري، في تقديري أنا للمواقف، بيبقى حصل له هزة شوية. أنا طول الوقت ما بين الطرفين، على النقيضين، مش في المساحة المتوازنة اللي بينهم. طيب عشان أقدر أكون موجودة في المساحة اللي متوازنة ما بينهم، أنا محتاجة بوصلة داخلية، حاجة تقول لي، شعور يقول لي أنا تقديري للموقف نفسه عامل ازاي. فلو انا شاكه في تقديري اصلا للامور، فالسؤال بيقول انا امتى اتعلمت اني اشك في تقدير المواقف؟ لما تقلي مثلا انت اوفر قوي، او انت بارده جدا، او انت مش عارفه، او انت مش فاهمه، امتى اتعمل لي ده؟ وهل ده بينطبق على كل حياتي، ولا انا خدت موقف مثلا ومشيته على كل الامور ففقدت الثقه في تقديري للامور وفي بوصلتي الداخليه؟
نفس الموقف ممكن يبقى تقديره مختلف لأطفال في أعمار مختلفة. فالحل إني أحاول أرجع للبوصلة بتاعتي أنا الداخلية اللي على أساسها بربي. أنا بربي عشان إيه؟ أنا بعمل ده لمين؟ إيه المرجعية بتاعتي اللي تخليني أحس إنه ده فعلا ينفع ولا ما ينفعش؟ لما بحس بالتوهة ده معناه إن أنا محتاجة أقف على أرض صلبة وأسأل نفسي هو أنا بعمل ده عشان إيه؟ بكره الضرب والزعيق، وللأسف بعمل كل اللي كنت بخاف منه وأنا صغيرة. أوقات يا حسناء لما بنكره حاجة قوي بنفضل مركزين عليها طول الوقت، يعني فيبقى حياتنا بتتمحور حواليها، فأبدأ أعملها بلا وعي وأنا مش واخدة بالي. ليه؟ لأن تركيزي كله عليها، أنا اتأذيت منها قوي، اتوجعت منها قوي، فمش عايزة أعملها، فيفضل تركيزي عليها فأعملها لا وعيا، ألف كده وأروح لها من الناحية التانية. شايفة شعور جلد الذات أو الإحساس بالذنب اللي مخليكي حاسة إنه أنا اتعمل فيا كده ومش عايزة أعمله تاني؟ بس خلينا ما نقعدش نركز عليه قوي لدرجة إن إحنا حياتنا كلها تتمحور حواليه. وتعالى تيجي تركة صغننة كده نبدأ نخش منها المدخل تاني. بدل ما احنا بنكره قوي الضرب والزعيق، فالمشاعر الكره الشديدة دي معناها ان انا لسه كونكتد ومرتبطة ومجروحة وموجوعة من هذا الشيء. فبنحاول بس ان احنا نقلل او نخفف المشاعر، حدة المشاعر دي شوية. اني ابدأ اركز هو ايه الحاجات اللي انا بحب اعملها مع ولادي، او ايه الحاجات اللي كان نفسي تتعمل معايا وانا صغير وابدأ اعملها دلوقتي. فلو مثلا نفسي في حميمية مع ولادي، كان نفسي قوي يبقى في حميمية مثلا مع أمي أو مع أبويا، أوقات بنقضي فيها وقت نضحك ونتكلم ونعمل سوا. أبدأ أشوف هعمل ده مع ولادي إزاي وإمتى، وأبدأ أخطط له. فأحول الحاجات اللي أنا كان نفسي فيها واللي اتحرمت منها أو اللي ما شفتهاش لحاجات أنا فعلا بحققها. فبدل ما أركز بس على الجزء بتاع الوجع والجزء السلبي، أبدأ أركز على الجزء اللي أنا عايزة أعمله. فيبدأ شوية أدخل حاجات إيجابية تزق الإحساس بالذنب ده شوية، لأنه أنا طول ما أنا قاعدة في كرسي الإحساس بالذنب وجلد الذات مش هعرف أتحرك منه إلا لما أزق نفسي زقة صغننة كده وأقول هو أنا نفسي أعمل إيه مع ولادي، وأبدأ أحقق جزء صغير منه. أنا جدا للأسف بتعصب بمجرد ما بنتي تكلمني عموما. السؤال هنا بيقول هو أنا للدرجة دي بطاريتي من جوه فاضية، مفيهاش أي شحن يخليني أقدر أستقبل حاجة خارجية من بره؟ أنا مستنزفة قوي كده؟ أنا معنى إن حد بيجي يكلمني إنه هياخد مني حاجة وأنا ما عنديش حاجة خلاص جوه أديها، لدرجة إنه الطاقة بتاعتي كلها خلصت فمحتاجة شوية أبص لنفسي وأشحن؟ ولا في كلام معين لبنتي بيجي يضغط عليا؟ اللي أنا شايفاه من هنا إنه بمجرد ما بنتي تكلمني عموما، معناه انه مش المشكله في بنتي خالص. المشكله وشايفه الاحساس بالذنب انه تحت كلامك انه انا بنتي لما بتكلمني بعمل فعملت ايه فذنبها ايه. الموضوع مش عن بنتك اصلا، الموضوع عن ان انا اصلا مستنزفه. انا ما عنديش طاقه، مفيش حاجه شحناني. إيه اللي بيخليني اقدر اقوم في الحياه واعمل حاجات؟ ان انا شويه بدي مساحه لنفسي زي بقيه الناس او زي بقيه اللي حواليا. مش بنكر نفسي خالص ولا بدي لنفسي كل المساحه واسيبهم. هنا انا في تو اكستريمز، لكن انا كمان بحط نفسي معاهم في الصوره وببقى جوه المساحه عشان اقدر في الاخر يبقى عندي مساحه طاقه ان انا ادي منها. طب لو ما عنديش مساحه الطاقه دي، اي حد هيقرب مني بس من قبل ما يتكلم مجرد وهو جاي يقول جايين ياخدوا مني حاجه، وممكن ما اقولهاش بالكلام بس هي جوايا انا حاسه ان هم جايين ياخدوا مني. طب انا ما عنديش، انا خلصت كل الطاقه اللي عندي، ما عنديش تاني. فهبقى عامله ايه؟ هبقى خايفه ومرعوبه ان هم يجوا ياخدوا مني حاجه وانا مش قادره اديها. فهقعد في كرسي شعور بالذنب ان انا مش قادره ادي حاجه، بينما الحقيقه ان انا محتاجه ادي لنفسي حاجه او اطلب مساعده من حد يديني حاجه عشان اشحن طاقتي من تاني ويبقى عندي حاجات اقدر اديها لبنتي ومساحه اقدر اسمعها فيها.